لكل فيلم حكاية ولكل حكاية ملخص. فيلمنا بيبدأ لما بنت اسمها هانتر حاولت تخوف صاحبتها بيكي، وفضلت تهز السلم اللي واقفين عليه واللي بيكون على ارتفاع 2000 متر عن الأرض، ولكنها ما تعرفش إن الاهتزازات دي أثرت على السلم وفكت المسامير اللي مثبتاه على البرج. وبعد ما هانتر وبيكي وصلوا لقمة البرج، فضلوا يتصوروا هناك علشان يشاركوا الصور على مواقع التواصل الاجتماعي. ولما كانوا على وشك إنهم ينزلوا من على البرج، فجأة السلم بدأ يتهز بقوة، والمسامير فضلت تتفك منه واحد ورا التاني. وفي اللحظة اللي وقع فيها السلم بيكي كانت موجودة عليه، ولكن لحسن الحظ حبل الأمان اللي كان مربوط في جسمها كان قوي ومنعها من السقوط، ولكنها كانت مشعلقة في الهواء على بعد 2000 متر عن الأرض. ولو وقعت من الارتفاع ده جسمها مش هيكون فيه حتة سليمة. وهانتر بتكون شادة الحبل اللي بيكي مربوطة بيه، وبتفضل تسحبه لفوق علشان تطلع صاحبتها لقمة البرج من تاني. ولكن فجأة رجلين هانتر بتتزحلق والحبل بيترخي منها، وده خلى بيكي تتصدم وتفضل تصرخ. ولكن لحسن الحظ هانتر بتقدر تستعيد توازنها وبترجع تشد الحبل مرة تانية، وبيفضلوا يتعاونوا مع بعض. هانتر بتشد الحبل وبيكي بتتسلق، وبعد فترة من المحاولة أخيرا بيكي بتقدر ترجع لقمة البرج مرة تانية، وبيكونوا فرحانين جدا بالإنجاز اللي عملوه. ولكن للأسف فرحتهم ما كملتش، لأنهم لما بصوا لتحت شافوا السلم اللي طلعوا عليه لقمة البرج اتكسر تماما ووقع على الأرض. ودلوقتي أصبحوا متعلقين في الهواء على قمة برج مهجور ارتفاعه 2000 متر بدون سلم أو أي وسيلة للنزول. ولما هانتر بتطلع تليفونها علشان تطلب المساعدة، بتلاحظ إن مفيش شبكة في الارتفاع ده. ولما الاتنين بيفتشوا صندوق الأدوات اللي موجود على قمة البرج، بيلاقوا منظارين ومسدس إشارات. وفي اللحظة دي هانتر بتكتشف إن البوست اللي رفعته على مواقع التواصل الاجتماعي وهي طالعة على البرج جاب لايكات كتير، وده معناه إن في شبكة شغالة بس تحت شوية. فهانتر كتبت بوست بتطلب فيه المساعدة، وبعدها ربطت الموبايل في حبل ونزلته لتحت شوية علشان يلقط شبكة والبوست يتنشر. ولكن الحبل طوله ما كانش كفاية علشان ينزل للمكان اللي فيه الشبكة. وساعتها هانتر أخدت قرار جريء، نزلت على السلم اللي فاضل من السلم المكسور علشان تنزل الحبل لتحت شوية. ولكن ده ما كانش كفاية برضه، فهانتر مسكت السلم بيد ومسكت الحبل باليد التانية علشان تنزله أكتر. وساعتها بيكي كانت في قمة التوتر، لأن هانتر ما كانتش قادرة تقاوم، وكمان لأن الموبايل موصلوش أي إشارة. وفي الوقت ده هانتر فضلت تتسلق لحد ما رجعت لقمة البرج مرة تانية. وبعدها بيكي قالت لهانتر مادام مش عارفين يوصلوا للشبكة اللي في نص البرج، ليه ما يدوروش على فكرة ينزلوا بيها الموبايل على الأرض علشان يلقط شبكة. وساعتها هانتر وافقت على اقتراح صاحبتها، ولقيت فكرة ولكنها مش مضمونة. حطت الموبايل في فردة الكوتشي بتاعها ولفته كويس، وبعدها رمت الكوتشي من فوق البرج. وما كانوش يعرفوا إذا كان الموبايل اتكسر ولا نزل سليم. وعلشان يعرفوا استنوا ساعة واتنين وتلاتة، ولما لاحظوا إن مفيش أي وسيلة إنقاذ جات لهم، ساعتها اتأكدوا إن الموبايل اتكسر والفكرة بتاعتهم فشلت. وأثناء ما كانوا في حالة من اليأس، فجأة هانتر شافت من خلال المنظار راجل بيتمشى تحت البرج، ففرحت جدا هي وبيكي، وفضلوا يصرخوا بأعلى صوتهم علشان الراجل يسمعهم وينقذهم. ولكن لأنهم في مكان مرتفع جدا، الراجل مش بيسمع أي حاجة. والأسوأ من كده إن الراجل بيبدأ يبعد عن البرج. فبيكي بتقلع فردة من الكوتش بتاعها وبترميها من فوق علشان لما تنزل على الأرض تلفت انتباه الراجل، ولكن الراجل محسش بحاجة برضه. ولما بيكي بترمي فردة الكوتش التانية، بتنزل على حديدة كانت موجودة على الأرض وبتعمل صوت عالي، وده لفت انتباه الراجل أخيرا، وراح مسك فردة الكوتشي وفضل يتلفت حواليه. ولكن الغريبة إنه مبصش لفوق نهائيا. ولما ملقيش حد حوالين منه، رمى فردة الكوتشي على الأرض وأخد بعضه ومشي. وساعتها هانتر وبيكي اتصدموا وانهاروا تماما. ولما بيكي مسكت مسدس الإشارات وكانت على وشك إنها تضرب طلقة إشارة، هانتر منعتها وقالت لها إنهم دلوقتي في عز الشمس، وهيكون من الصعب رؤية الإشارة أثناء ضوء النهار. وفي الوقت ده هانتر لمحت عربية ترفيه قريبة من البرج، وساعتها خمنت إن الراجل اللي شافوه من شوية جه هنا علشان يخيم، وده معناه إنه ممكن يقعد فترة من الوقت.
فاستنوا لما جه الليل وضربوا طلقة إشارة مضيئة، وبالفعل الطلقة نورت جزء من السما المظلمة. وساعتها الراجل اللي مخيم لاحظ طلقة الضوء في السما، ومن خلال المنظار بيكي وهانتر شافوا الراجل وهو بيبص على البرج، ففرحوا جدا وكانوا في قمة السعادة لأنهم اعتقدوا إن أخيرا هيتم إنقاذهم. ولكن اللي حصل بعد كده صدمهم جدا. شافوا الراجل وهو بيقرب ناحية عربيتهم، وكان معاه حديدة كسر بيها إزاز العربية، وبعدها دخل جوه العربية وسرقها ومشي بيها. ومن على قمة البرج هانتر وبيكي بيكونوا متضايقين جدا، وهم شايفين أملهم الأخير وهو بيختفي قدام عينيهم. والمرة دي حسوا باليأس أكتر من أي وقت فات. ولحد ما الصبح طلع عليهم مفيش أي وسيلة إنقاذ جات لهم برضه، وساعتها بيعرفوا إن حياتهم كده لا يمكن تستمر، لأنهم ما أكلوش ولا شربوا لمدة يوم كامل. وعلشان ينقذوا نفسهم هانتر قررت إنها تخاطر بحياتها. ربطت حبل الأمان في جسمها علشان تنزل تجيب الشنطة بتاعتها، واللي بتكون فيها أكل ومية ومستلزمات تانية. ولكن الصعب في الموضوع إن الشنطة بتكون معلقة على الطبق المعدني اللي تحتهم. وعلى الرغم إن بيكي فضلت تترجاها إنها ما تعملش كده، إلا إن هانتر ما سمعتش كلامها، وربطت طرف الحبل في العمود اللي على قمة البرج، والطرف التاني ربطته في جسمها وفضلت تنزل لتحت خطوة بخطوة. ولكن فجأة إيديها اتزحلقت وفضلت تتشقلب في الهوا وهي متعلقة في الحبل، ولكنها قدرت تكافح لحد ما استعادت توازنها مرة تانية، واستمرت في النزول لتحت بكل حذر. بس لما وصلت لنهاية الحبل الشنطة كانت لسه بعيدة عنها، وحتى بعد ما ميلت جسمها على الآخر ومدت إيديها الشنطة بتكون لسه بعيدة عنها برضه. وعلى قمة البرج بيكي كانت مرعوبة جدا، وفضلت تحذر هانتر وتقول لها إن اللي بتعمله ده خطر. لكن هانتر ما اهتمتش لكلامها، وقررت إنها تجرب فكرة أكثر جنون. فكت حبل الأمان من حوالين جسمها ومسكت الحبل بإيد واحدة، والإيد التانية مدتها لقدام، وفضلت تحرك نفسها يمين وشمال علشان توصل للشنطة. بس برضه مفيش فايدة والشنطة بتكون لسه بعيدة. ولما هانتر جابت آخرها ضربت رجلها في البرج بكل قوة لحد ما رجعت لورا، وبعدها دفعت نفسها لقدام ونطت على الطبق المعدني. وأخيرا هانتر قدرت توصل للشنطة بتاعتها، وأول حاجة عملتها إنها طلعت إزازة المية من الشنطة وفضلت تشرب، وبعدها طلعت الأكل وفضلت تاكل. وبيكي وهي بتبص عليها من قمة البرج بتقول لها مفيش حاجة لينا، وهانتر بترد عليها إنها مش عارفة هترجع لفوق تاني إزاي أصلا. ولما هانتر بتحاول توصل لطرف الحبل مش بتقدر لأنه بيكون بعيد عنها، وساعتها جربت إنها تحط الشنطة على عصاية السلف بتاعها علشان تعلقها في الحبل وينزل لتحت شوية، ولكن الشنطة كانت تقيلة جدا عليها. ومع ذلك هانتر ما استسلمتش وفضلت تحاول كذا مرة لحد ما قدرت أخيرا إنها تعلق الشنطة في حلقة الحبل، وبعدها نطت بكل قوة وقدرت تمسك في الشنطة. وفي الوقت ده بيكي فضلت تشد الحبل وتسحبها لفوق، وفي نفس الوقت هانتر كانت بتتسلق على الحبل لحد ما قربت من قمة البرج. وكل اللي محتاجاه دلوقتي إنها توصل للجزء المتبقي من السلم علشان تطلع عليه. ولكن في اللحظة دي هانتر ما قدرتش تقاوم ووقعت من فوق، وساعتها بيكي ما كانتش مصدقة اللي حصل وفضلت تبكي. ولما بتطلع على حافة البرج علشان تواجه حقيقة موت صاحبتها بتلاحظ إن هانتر لسه عايشة، لأنها لما وقعت من فوق قدرت تمسك طرف الحبل في اللحظة الأخيرة، بس إيديها كانت مليانة جروح وعمالة تنزف. ودلوقتي مطلوب من بيكي إنها تسحبها لفوق لوحدها، لأن بحالة هانتر دي مش هتقدر تتسلق تاني. ومع إن بيكي حست إن الموضوع صعب، إلا إنها ثبتت رجلها في العمود اللي على قمة البرج وفضلت تشد الحبل بكل قوتها علشان تنقذ صاحبتها. وأخيرا بيكي قدرت ترجع هانتر على قمة البرج مرة تانية. وأول حاجة عملتها بيكي إنها طلعت إزازة المية من الشنطة وشربت الشوية اللي فاضلين. وساعتها هانتر افتكرت إن معاها في الشنطة طيارة بدون طيار بتشتغل باللاسلكي، فبيكي طلعتها بسرعة، وكمان طلعت فاتورة مطعم كانت موجودة داخل الشنطة، واستخدمت قلم الكحلة بتاعها في كتابة رسالة استغاثة على ظهر الفاتورة. وبعدها حطت الورقة في الطيارة وحددوا أقرب فندق علشان يبعتوا الطيارة ليه. وكل حاجة كانت ماشية تمام وبيكي قدرت تتحكم في الطيارة.
اللي انطلقت بكل سلاسة وكانت في اتجاهها للفندق. ولكن قبل ما توصل لاحظوا إن البطارية بتاعتها على وشك إنها تخلص، ولو سابوها تكمل ممكن تقع على الأرض في أي لحظة ويبقى ضاع أملهم الأخير. وعلشان كده كان لازم يرجعوها بسرعة. وبالفعل بيكي بتتحكم في الطيارة وبترجعها على قمة البرج مرة تانية، وبيفضلوا يفكروا في أي وسيلة علشان يشحنوا بيها البطارية. وساعتها هانتر افتكرت إشارة الضوء اللي موجودة في أعلى البرج على العمود، وإنهم ممكن يستخدموها في شحن البطارية. وبالفعل بيكي فضلت تتسلق على العمود لحد ما وصلت للقمة، وفكت اللمبة من مكانها وحطت بدلها كابل شحن الطيارة. وبالفعل الموضوع نجح، وبيكي استمرت لمدة ساعتين كاملين متشعلقة على العمود بدون ما تتحرك لحد ما البطارية اتملت شحن. وبعدها نزلت من العمود ورجعت لهانتر، وبدون ما تستنى لحظة أطلقت الطيارة بسرعة ووجهتها لنفس الفندق، واللي أخيرا شكله ظهر في لوحة التحكم اللي معاهم. ولما الطيارة كانت خلاص قربت توصل للفندق، فجأة بتعدي عربية نقل من قدام الطيارة وبتخبطها وتكسرها. وساعتها بيكي وهانتر اتصدموا وانهاروا تماما. ولكنهم لما شافوا السواق وهو بينزل من العربية فرحوا جدا، لأنهم اعتقدوا إن السواق هيشوف الورقة اللي في الطيارة وهينقذهم. ولكن السواق ما أخدش باله أصلا من الطيارة اللي اتكسرت، ورجع ركب عربيته ومشي. فبيكي فضلت تبكي وفقدت الأمل هي وهانتر تماما. والأمور بتزداد سوء لما هانتر بصت لبيكي ووشها كان فيه جرح متعفن. وفجأة بيكي أدركت الحقيقة المرة، واللي هي إن هانتر ماتت لما وقعت من فوق، وإنها ما مسكتش في الحبل زي ما كانت فاكرة، ولكنها وقعت على الطبق المعدني وماتت. وبيكي بتعرف إنها كانت بتعاني من هلوسات طول الفترة اللي فاتت، وإن الحبل اللي سحبته آخر مرة كان معلق عليه الشنطة وبس، ولكن مش هانتر. ومن ساعتها وبيكي وحيدة أصلا على قمة البرج، وكانت بتتكلم مع روح صاحبتها طول الفترة اللي فاتت. فبيكي انهارت تماما وفقدت الوعي تحت أشعة الشمس. وفجأة جه نسر كان جعان وفضل ينقر في رجل بيكي اللي مليانة دم. ولكن في الوقت ده بيكي فاقت ومسكت رقبة النسر بسرعة، ومع إنه حاول يفلت منها إلا إن بيكي قدرت تسيطر عليه، وفضلت تضرب فيه لحد ما قتلته. وبعدها فضلت تاكل في لحمه وهو ني، لأنه ما كانش قدامها غير فكرة واحدة بس: البقاء على قيد الحياة مهما كلفها الأمر. وبعد ما خلصت أكل النسر نزلت على الجزء اللي باقي من السلم وربطت فيه الحبل، وبعدها مسكت الحبل وفضلت تنزل بسرعة. والمرة دي ما كانش عندها أي تردد وكانت واثقة من نفسها جدا. وأول ما وصلت لنهاية الحبل فكت نفسها منه ونطت على الطبق المعدني. وبعد ما بصت على جسد صاحبتها هانتر المتحلل فضلت تبكي. ولكن اللي عملته بعد كده كان غريب جدا. طلعت الموبايل بتاعها وكتبت رسالة استغاثة لأبوها، وبعدها خلعت فردة الكوتشي من رجل هانتر وحطت فيها الموبايل، ودخلت فردة الكوتشي في معدة هانتر من خلال الجرح المفتوح في بطنها. وبعدها رمت جثة هانتر من فوق البرج. والمرة دي التليفون مش بيتكسر لما بيقع على الأرض بفضل جثة هانتر، والشبكة بترجع تشتغل والرسالة بتتبعت لأبو بيكي، واللي أول ما بيشوفها بيتصل بالنجدة. وبعدها بيروح لمكان البرج بسرعة وبيفضل يحضن بنته بيكي، واللي أخيرا تم إنقاذها. وبكده يكون فيلمنا انتهى. ما تنساش اللايك والاشتراك. سلام.